السلام عليكم. بتواجهني مخاوف، حاجات كتير انا بخاف منها، خلاص ما بقتش قادر اتغلب عليها. حاولت اكتر من مرة ولكن مش عارف اعمل ايه الحل؟ طيب هفضل طول عمري شخص جبان، شخص مش قادر يواجه اي حاجة في حياته، شخص هو طول الوقت بيتهرب من المسؤولية؟ عارف عنوان الفيديو ده؟ كلمتين: خليك شجاع. يعني ايه بقى؟ بص، ركز معايا قوي، عشان الخوف والمشاكل والتحديات اللي بتقابلنا واللي بتأثر فينا واللي مخليانا حرفيا حاسين ان احنا ما عندناش بربع جنيه ثقة في نفسنا، هنحلها النهاردة ان شاء الله بإذن الله. بس محتاج تسمع معايا الفيديو ده للآخر، ومحتاج تكون شجاع، عشان خاطر احنا هنتكلم عن حاجات هي موجودة جواك وبتدور في عقلك، ولكن انت مش واخد بالك منها ومحتاج بس حد يروح يشاور لك عليها. تمام؟ فخلينا نتكلم مع بعض. هتكلم معاك في 3 نقط هم مهمين جدا، وبعد كده هحكي لك القصة دي ان شاء الله بإذن الله تاخد منها عبرة. العبرة دي هتخليك لو يعني صدقت في نفسك وشفت المغزى من ورا القصة دي، ان شاء الله بإذن الله انت من النهارده هتكون شخص شجاع جدا جدا جدا. اول نقطة بتقول ايه؟ تقبل التحديات. يعني ايه تقبل التحديات؟ عشان تكون شخص شجاع لازم تتقبل التحديات. لازم تفهم ان انت لو ماشي في اي طريق بتعمل اي حاجة في حياتك، لو ما بيقابلكش تحديات فدي مشكلة. تمام؟ انت كده بتعمل حاجة غلط، انت كده مش ماشي في الطريق الصح. دايما يعلمونا كده: لو انت بتواجه تحديات في الطريق اللي انت ماشي فيه، اعرف ان انت كده ماشي صح. تمام؟ ليه؟ لاني مفيش قصة نجاح كده هتلاقيها موجودة سالكة، واحد كبر هوب يلا بينا يلا ننجح وخلاص. لا، طبيعي جدا قابل تحديات في حياته. وفكرة التقبل النفسي ان انا اكون اصلا نفسيا متقبل التحديات اللي بتواجهني، وعارف ان انا كده كده ده طبيعي. لان بص يا جماعه، مشكلتنا دايما في ان احنا لا مش طبيعي ان انا اشوف كذا، لا هو الطبيعي انك تقابل ده، والطبيعي انك تشوف كذا، والطبيعي انك هتعرف ده. فبالتالي العقل لما بيجي يواجه تحدي، استقباله للتحدي وهو جاهز انه ممكن يقابل تحدي عكس ما انت ماشي، لا هي هتبقى الدنيا وردي، مش هيقابلني اي حاجة. فهنا بيحصل له صدمة. الناس دايما اللي بتمتص الصدمات بسرعة، الناس اللي بتبقى حاطة ولو 1% نسبة ان ممكن الدنيا ما تمشيش اوكي. عشان كده دايما تلاقي اي حد لما بيجي يعمل دراسة جدوى للمشروع بتاعه، من ضمن اهم النقط في دراسة الجدوى ايه؟ ان عادي جدا الخسارة ممكن تبقى لحد فين، وهل انا هقدر امتصها ولا لا. يعني ده العادي وده الطبيعي اصلا في ان انت يكون بيقابلك تحديات، وفي الطبيعي ان انت ممكن تخسر. فتقبل تحدياتك عشان خاطر تعرف تمشي او تعرف تتجاوزها بسرعه جدا. ولما انت بتبقى عامل حسابك ان ممكن تحدي يقابلك، حساباتك اللي انت عملتها دي حطيت من ضمن الحسابات ان ممكن احتاج ان انا اواجه تحدي او اواجه خساره في يوم من الايام. فبكده كده بتبقى مجهز حلول، فبتبدا تتحرك على طول، مش بتقعد جنب التحدي. وده رقم واحد. رقم اتنين: تجاوز المخاوف. يعني ايه تجاوز المخاوف؟ بص، لازم تبقى فاهم ان الخوف هو مجرد شعور في العقل. معظم الحاجات اللي احنا بنبقى خايفين منها بتبقى مجرد حاجة في عقلك، ولما انت بتجربها الموضوع بيختفي على طول. يعني خليني مثلا اديك مثال: لو انت رحت مثلا ملاهي قبل كده، الخوف اللي انت بتبقى خايفه قبل مثلا ما تركب لعبة زي قطر الموت او اي لعبة من الالعاب اللي بتزود الادرينالين في الجسم دي، قبل حاجة وبعد حاجة تانية. لما بتجربها وبتتحط في الموقف وبتخلص بتبقى عايز ترجع تركبها تاني. طب ما على فكرة هو نفس الشخص يعني. ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف انك جربت فاكتشفت ان اللي عقلك كان محضرهولك في دماغك ومسيطر عليه كان مكبر لك الدنيا قوي، وهو الموضوع قد كده اصلا. الموضوع كان بسيط يعني. عشان كده انت لما بتجرب المخاوف والحاجات اللي انت بتخاف منها، بتلاقي ايه ده، هو انا ازاي كنت عبيط كده؟ بجد انا بعمل والله بقول لنفسي كده. تمام؟ هو انا ازاي كنت عبيط كده، ازاي كنت خايف من الحاجه دي؟ ما الموضوع طلع بسيط اهو. اول مره اتحطيت فيها لما كنت عايز اعمل برزنتيشن، وما كنت اول مره اعمل فيها برزنتيشن في حياتي،
يا لهوي بقى، بص عرق بيصب من اي حته وكل حته، وانا مش هعرف وازاي هقدر اقنع العميل اللي قدامي بعد ما خلصت البرزنتيشن الاولى، طب ما حلو، ما انا يجي مني اهو. عادي يعني. البرزنتيشن التانية خلاص ما بقاش فيه خوف. ليه؟ لان اول مره كان عقلي بقى مهيأ لي، بص ده العميل ده هيعمل معاك واحد وهيعمل معاك اتنين، ولو سألك في كذا مش هتعرف تجاوب، وبص يا نهار ابيض ممكن ايه اللي يحصل، وبص 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 وبص. لقيت ان كل ده ما حصلش. كل ده ما حصلش ليه؟ لان كان عقلي بس هو اللي مقتنع بالكلام ده، مش الحياه عموما هي اللي كانت مقتنعه بالكلام ده، او اللي كنت انا مصوره لنفسي. ودي النقطه رقم اتنين. النقطه رقم ثلاثة، تفائل. تفائل يعني ايه تفائل؟ بص، الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بيكره التشاؤم وبيحب الفعل الحسن. الفطره السليمه بتاعتنا احنا كبشر موجود فيها حته التفاؤل دي. معلش بعد اذنك، بلاش تنظر او تبص لكل حاجه بتحصل حواليك ببص التشاؤم. انا مش هيحصل كذا ومش هيحصل كذا، وده ممكن يحصل وده مش هيحصل. بتقعد تحسب حسابات اصلا هي مش بتكون حقيقة خالص. تمام. ويمكن الموضوع ده برضو مرتبط شوية بفكرة المخاوف، اللي هو انت محتاج حرفيا تتفائل، واجه الدنيا بتفاؤل. وصدقني، يمكن في حديث عن النبي عليه افضل الصلاة والسلام، سوري، حديث قدسي بيقول: اني عند ظن عبدي بي، فان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فعليه. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لك ان انت عند ظن، او ربنا عند ظنك بيه. يعني انت لو بتظن خير ومتفائل، ربنا هيأتيك الخير، لان انت ظنك في اليوم او ظنك في الشهر او ظنك في السنة، ظنك في مستقبلك عموما هو ملك ربنا سبحانه وتعالى. تمام. فلما انت ظنيت خير، انت ظنيت خير في الحاجة اللي هي ملك ربنا، يعني كأنك بتظن خير في مين؟ في ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي الموضوع بيمشي سلس. طب لو ظنيت شر، انت بتظن شر في مين؟ بتظن شر في ربنا. انا مش هنعلق على الحتة دي، بس فكر فيها. انت بتظن خير في مين وبتظن شر في مين؟ وهو كل الحاجة او كل الحياة اللي احنا فيها دي ملك مين؟ دي ثلاث نقط مهمة جدا محتاج تطبقهم. خليني اقول لك على قصة. القصة دي مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات، القتال كان اشتد قوي وصفوف المسلمين كانت اتفرقت. فشوف بقى دور القائد ودور الشجاع لما يتطبق في وقت او في موقف هو صعب جدا 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 جدا. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام وقف يقول ايه: انا رسول الله، انا محمد بن عبد الله. لو خدت بالك من كلمة انا دي مستمدة من ربنا سبحانه وتعالى. انا رسول الله، انا محمد بن عبد الله. وجمع الصفوف وهلموا الي. ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده لانه شخص شجاع. الشجاع يا جماعة هو الشخص اللي بيعرف يواجه المخاوف. وخلي بالك، ما تيجي بقى نقيس الموقف ده عليا وعليك، لان السيرة ما اتنقلتش لينا كده هباء، لا، السيرة دايما بتتنقل لينا عشان خاطر ناخد منها المغزى. الرسول كان في موقف المسلمين حواليه كانوا خايفين وكانوا متفرقين، ومع ذلك قدر يجمعهم بسبب جملتين قالهم، وشافوه واقف في وسط العراق لوحده او في وسط المعركة لوحده، فعرف يجمعهم. انت كمان لما بيجي عليك وقت وبتبقى حاسس فيه بنفس الاحساس، بتقعد تقول ايه؟ بتتغلب على تحدياتك ومخاوفك، وبتبقى شخص شجاع بربنا سبحانه وتعالى. هو رسول الله وانا عبد الله وانت عبد الله، نحن عبيد الله. المؤمن يا جماعة والمسلم هو عارف ان الدنيا عنده لا تساوي جناح بعوضة. عادي، خدت مني فلوس، خدت مني نجاح، خدت مني ايا كان اللي خدتيه، خدت مني حد عزيز عليا، ما طبيعي، انا في دنيا، هو انا في اخره؟ تمام. ليه؟ لان انا مسلم، فانا عبد الله، انا ملك ربنا سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. عايزين نتفق يا جماعه مع بعض ان احنا نطبق الاساليب دي في حياتنا، ونكون بجد ناس شجاعه، وبنواجه مخاوفنا بقوه ربنا سبحانه وتعالى. لان انت مش موجود في الحياه لوحدك، انت موجود في الحياه، واللي اذن بوجودك في الحياه اللي خلقك واللي خلقني، واللي خلقنا مش هينسانا ومش هيسيبنا، بس احنا بناخد في الاول وفي الاخر بالاسباب. بس الاسباب دي كمان عارفين كويس جدا ان هي في ايد، او تيسيرها في ايد مين؟ في ايد ربنا سبحانه وتعالى. لايك وشير بعد اذنكم عشان خاطر الكلام ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس.
ما تنساش تدعمنا بسبسكرايب للقناة، وانا كنت مبسوط جدا ان انا بتكلم مع حضراتكم في موضوع زي ده، موضوع مهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.